عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ شيماء إبراهيم. نقول بسم الله ونصلي على حبيب الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعمل مع بعض كيك. نقول مقاديره. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 كوبايات من الدقيق. أنا حاطة المنخل كده عشان أعرفك إن أنا لازم أنخل الدقيق قبل ما استخدمه. 3 كوبايات من الدقيق، كيس بيكنج باودر كبير، كيس لبن نيدو، رشة ملح صغيرة خالص بتاعت الحلويات، ومعايا عدد 3 بيضة، 2 كوب من اللبن، كوب من السكر. والجديد في الموضوع كريم كراميل. عايزة كيسين من الكريم كراميل ونص كوب من الزيت. اقول بسم الله واجيب الخلاط بتاعي واحط نص كوباية من الزيت عليها كوب من السكر. بسم الله الله اكبر. والكوب وكوبين اللبن بالشكل ده كده. بسم الله. ممكن اخلي بس شويه من الكوب التاني. والكيسين بتوع الكريم كراميل. طبعا انت ممكن تقسمي المقدار، اعملي كوبايه ونص وعليهم كيس واحد بس، يعني كل حاجه من المقدار اللي انا عاملاه ده اعملي منه النص بس. والبيض اعملي بيضه واحده، يعني كوبايه ونص دقيق عليها بيضه، كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت، كيس كريم كراميل. ونحط طبعا يعني ذره فانيليا صغنطوطه كده. وطبعا هنا على البيض بقى معلقه حلوه صغيره. يلا نضرب الكلام الحلو ده. ده كراميل. نقول كده بسم الله ما شاء الله. اللي ضرب الخليط وتقيل ازاي. عايزه اشيل منه كوبايتين كده من الخليط ده، او كوبايه ونص، يعني شويه من الخليط حلوين كده. انا حطيت اللبن اللي كنت شايلاه ضفته تاني في الخلاط، لقيته تقيل قوي. اقول بسم الله وانزل بالثلاث بيضات بالشكل ده كده بالفانيليا واضربهم تاني في الخلاط كده. ما شاء الله ضربت البيض بقت ثقيله، وحطيت معلقه صغيره من الخل كماده رافعه ويبقى جميل جدا. نقلب المكونات بتاعتنا. الخليط ده هنحطه في الثلاجه لما الكيك بتاعنا يستوي، نحطه على جنب في الثلاجه. نقلب الخليط بتاعنا كويس، البيكنج باودر واللبن البودر وذره الملح. ننزل عليه بقى بالخليط القمر ده، نعملها كيكه عاديه زي اي كيك بالشكل ده كده. دهنت الصينيه بتاعتي زيت، والكيكه خفتها بس بشويه لبن صغيرين او ميه براحتك، يعني تبع القوام عشان ما يبقاش قوام تقيل قوي يعني. ونفضي. انا منقيه الصينيه بتاعتي واسعه علشان مش عايزاها عاليه قوي، انا عايزاها كيكه ارتفاعها بسيط. ندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180. هتقعد نص ساعه في الفرن كده. بسم الله ما شاء الله. اخدت في الفرن تلت ساعه بالظبط، طلعت باللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. كوبايه من اللبن ساقعه كده، نبتدي نسقيها كده عشان نطريها شويه. كوبايه واحده بس بالشكل ده كده. طبعا نسيبها تهدى شويه علشان الطبقه اللي احنا هنحطها على الوش دي اللي هي الكريم كراميل اللي احنا شايلينها، هنبتدي بقى نوزعها هي كمان. بسم الله بالشكل ده على الوش كده ما شاء الله. يعني هي طبقه خفيفه، عايزه اكتر يعني تشيلي اكتر. بالكراميل بقى الموجود مع الكريم كراميل بتاعنا هنبتدي نحطه كده بالشكل ده. هي كيكه صيفيه خفيفه كده، شكلها شيك جدا، وفي الاكل برضو تحفه، احلى من الكيكه العاديه. فهي وصفه جميله قوي 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 للكيك بالذات في الصيف. يعني انا مش عايزه احط التانية عشان ما تبقاش مسكره قوي، احنا مش بنحب المسكر قوي يعني. وخطوط بقى اللي رايحه جايه اللي انتوا عارفينها الشيك دي. يعني عملت حاجه شيك وجميله، وباذن الله الطعم روعه يعجبكم جدا من غير مجهود ومن غير اي حاجه. هتروحي مره الناحيه دي ومره الناحيه بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. شكلها تحفه، معجبه بيها جدا جدا. طبعا الكيكات ديت كل ما تبرد وتبقى في التلاجة تديكي نتيجه تحفه وطعم هوبا فوق الروعه. بس انا مضطره اقطع منها علشان اصورها لكم واوريكم المنظر عامل ازاي. فما شاء الله كيكه بتاعت صيف تحفه 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 من غير اي مجهود، وشكل الجاتوه تحفه جميله جدا.